احتفل الإعلامي عمرو أديب بخطوبة ابنه الأكبر خالد بحضور لميس زوجة والده وعدد من أفراد العائلة، وظهرت على الجميع علامات الفرحة. وحرصت لميس الحديدي على تهنئة خالد، ونشرت لميس الحديدي عبر حساب انستجرام صورا من حفل الخطوبة، وعلقت عليها قائلة: أول عريس في جيل شباب عائلة أديب، خالد عمرو أديب، ألف مبروك يا خلود، وللعروسة الجميلة فرح، وألف مبروك لوالدته العزيزة أماني سوكا، وعقبالك يا نور. خالد هو الابن الأكبر للإعلامي عمرو أديب، الذي أنجبه من زوجته الأولى السيدة أماني سوكا، التي حضرت حفل الزفاف والتقطت الصور مع العائلة. علق الإعلامي عمرو أديب على وفاة نجل الفنان حسن يوسف الذي توفى في حادث غرق بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، وقال عمرو أديب: أي حد منزوع الرحمة قليل الأدب بعت رسالة للفنان حسن يوسف ربنا ياخده، أي حد بيشمت في مأساة حد مسلمين إزاي؟ وأضاف خلال برنامج الحكاية على قناة MBC مصر أن الفنان حسن يوسف وزوجته ملتزمان دينيا منذ 50 عامًا، ومع ذلك بعض الناس لديهم شماتة كبيرة فيه.